موسم التزاوج ابتدى وقالت ما جاتش عليا يعني، ولا هو كده كده ملوش نفس يتجوز هو كمان. سندس عبد الهادي فتاة الكده كده لقت كان سبب شهرتها، كان السبب برضو في دخولها بيت العدل. يا ترى ايه الحكاية؟ كلنا فاكرين سندس عبد الهادي فتاة الكده كده اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا الصيف اللي فات بعد ما طلعت في فيديو في الشارع بالصدفة، والناس كلها اتريقت على طريقة كلامها، وخصوصا لأنها أول بنت بتتكلم فرانكو. سندس اشتهرت بجملتها بعد الامتحانات على طول 3 شهور ساحل كده كده، وبقى اسمها فتاة الكده كده. وبعد ما كان اخرها تنزل بوست ولا صورة على السوشيال ميديا واصحابها المقربين بس اللي بيتفاعلوا، بقت مشهورة وعندها متابعين بالملايين. وفي مرة واحدة صاحبتها كلمتها وقالت لها ان التيك توكر علاء عادل عاوز يعمل معاها فيديو على التيك توك. سندس فرحت وقالت لها اكيد موافقة، هو انا اطول اعمل فيديو مع علاء عادل بنفسه، خصوصا ان علاء من اشهر التيك توكرز الموجودين على الساحة من اول ما التطبيق تيك توك ظهر ومن قبلها بشوية كمان. سندس وافقت ونزلت قابلت علاء علشان يتفقوا على الفيديو. وبعد ما روحت حكت لأصحابها قد ايه هو كيوت وشكلها كده السنارة غمزت من أول قعدة. استمر كلام سندس وعلاء لحد ما نزلت قابلوا مرة تانية وعملوا فيديو التيك توك مع بعض. وأول ما الفيديو نزل كسر الدنيا وطلع ترند على طول، والناس كلها قالت لهم قد ايه هم لايقين على بعض ولازم يستمروا في الفيديوهات اللي بيعملوها مش واحد وخلاص. ولأن سندس كانت معجبة بالفكرة وصاحب الفكرة فقالت وماله نكمل، ليه ما نكملش؟ ولما لقت التيك توك فلوسه حلوة قالت اعمل حساب انا كمان، وبدأت تعلم البنات ازاي تحط ميك اب ويبقوا حلوين كده كده. الموضوع كان ماشي معاها حلو جدا وقدرت تجمع ملايين المشاهدات في وقت قليل، خصوصا انها مشهورة من شغلها مع علاء. لحد ما في يوم المتابعين اتفاجئوا بصور سندس وهي بفستان الفرح. الكل اتصدم وقالوا ازاي تاخد الخطوة دي وهي لسه صغيرة كده، واهلها وافقوا على الجوازة دي ازاي. وناس كتير كانت بتقول يا ترى مين هو العريس، واول واحد جه في بالهم طبعا كان علاء عادل بسبب الكيمياء الموجودة ما بينهم. واللي أكد الموضوع أكتر إن لا سندس ولا علاء طلعوا نفوا الكلام ده ومحدش فيهم اتكلم أصلا. تفتكروا اتجوزوا فعلا ومخبيين، ولا ده مجرد شو بيمهدوا بيه لفيديو جديد؟